أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحد الرجل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، جا من اللور، قال له: ما الدين؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. جا قدامه قال له: ما الدين؟ عاود له السؤال. قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. جاء اللي من ديالو: يا رسول الله، ما الدين؟ مزيان نسمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه، لأن اللي صلى على سيدنا النبي مرة راه كيصلي عليه الله تعالى 10 المرات، والله تعالى صلى علينا تيخرجنا من الظلمات إلى النور. يا رسول الله، ما الدين؟ قال له: حسن الخلق. جاء عنده في الجهة الأخرى قال له: يا رسول الله، ما الدين؟ سيدنا النبي قال له: ألا تفقه؟ قال له: واش ما فهمتيش؟ واش ما تفقهتيش؟ ألا تغضب، ما تغضبش وما يطلع لكش الدم. فحسن الخلق والتعامل بالتي أحسن والتعامل بالحسنى هو اللي كينبني عليه الدين. الدين حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يوضع في الميزان، أول حاجة غتوضع في الميزان حسن الخلق، حسن الخلق والسخاء. والله تعالى فاش خلق الإيمان قال الإيمان الله تعالى: قويني. قال له: قويني، فقواه بحسن الخلق وبالسخاء. شنو السخاء؟ هو إنسان كينفق بلا ما يحسب، تينفق في سبيل الله بلا ما يتحاسب، سخي تيبذل. والله تعالى لما خلق الكفر قال الله تعالى: قويني، فقواه بسوء الخلق وبالبخل. فهذه الأحاديث والآية اللي قال فيها الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، تتأكد لنا معاشر الأحبة أن الخلق عنده واحد الشان كبير في الدين. أخلاق، المعاملات. شنو هو حسن الخلق؟ واحد العارف بالله عرف حسن الخلق في ثلاثة الأمور. ثلاثة الأمور اللي كان فيه هادو، اللي فيه هاد ثلاثة الأمور، فهو الأخلاق ديالو حسنة. أول حاجة بسط الوجه. شي واحد مبسوط تيضحك تيبتسم في وجه الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. إلا ابتسمتي في وجه أخوك فلا صدقة. وضحكوا تصدقوا علينا جا ضحك. مزيان نبتسموا ياك، راه من حسن الخلق ابتسم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعابة والتبسم. كان كثير تيداعب. الدعابة واش واحد تيقشب وتيتبسم بزاف. التبسم واحد الصفة مهمة جدا في الإنسان يكتسبها اللي ما عندوش. اللي عم غاوبش يتحاول يكتسب هذه الصفة ديال التبسم. ثاني حاجة هو بذل المعروف. من حسن الخلق نبذل المعروف، نساعد هذا، نحن على هذا، نرحم هذا، ياك نبذل المعروف، نتصدق على هذا، نتهلا في هذا، نتهلا في الفقيه، نتهلا في وليداتي، نتهلا في امي، ياك بذل المعروف. ثم ثالث حاجة هو كف الأذى. من حسن الخلق من أذيت شي واحد، من أذيت شي واحد اللي غيوقف عليا غدا يوم القيامة وغيحاسبني. أذيتيني، الله تعالى ملي كيطلب منه المغفرة يغفر لك، ولكن لا أذيتي شي واحد من الخلق تيقول لك بينك وبينه. تأذي شي واحد، تهضر فيه، تغتابه، تقول فيه شي حاجة ما كايناش منكرة، تأذيه بلسانك وكف وجهه، تضيق عليه في السكنة، تضيق عليه في البلاد، يعني شي حاجة تأذيه بها، هذه ماشي من حسن الخلق. والمعيار الوحيد والكبير أن الإنسان أخلاقه حسنة هي البيت. قدر شي واحد معنا هنا
يتصنع حسن الخلق قدام الناس، راني مزيان انا بخير، تيحاول ما امكن الناس يشوفوه بصوره حسنه. ولكن ملي كيدخل الدار تيولي بحال شي واحد سبع. الدراري تيتقرصوا، المراه خصها تشد الجلب ما تهضرش، يعني دخلت السبع. هنا في الدار كيتعرف الراجل اللي اخلاقه حسنه. كاين اللي كيأذي والديه بالكلام او بالغوت او بالمعيور او ما تيصرفش عليهم او ما تيتهلاش فيهم، فاش من اخلاق حسنه. الا كنت انا برا تندير صفه وفي الدار عندي صفات سيئه. واحد جا عند امه قال لي يا امي مالك يا ولدي دابا هذا على كل حال ملتزم، وهذا قال لي امي ديري النقاب. نقاب فين صحه زعما؟ قالت له ولدي ديري النقاب. هو يضربها. اش من اخلاق حسنه، اش من سمت ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا ناخذ من سيدنا النبي الحال ونخلي الاخلاق. راه اللي تتاخذ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاساسي هو الاخلاق، هو التعامل، هو تحب الناس وترأف بهم وترحمهم وترحم. حنا اللي دابا مجموعنا على هذا هو العرس، ترحم الزوجه ديالك. واللي مزوج هنا واللي مزوجه نصيحه لنفسي وليه انه يرأف بالزوجه ديالو ويرحم الزوجه ديالو ويتهلا بالزوجه ديالو. فذاك الراجل اللي كيقول انا وانا وانا وما خصش هذا ما فهمش الدين. العلاقه بيني وبين مرتي ماشي علاقه ما بين غالب ومغلوب. انا زعما راه قدام الجماعه رانا قاتل المراه. ايوا شنو درتي من بعد؟ سيدي ربي راه غادي يحاسبك، سيدي ربي غادي يعذبك، لحقاش قهرتي واحد المراه كانت تحت يدك. المراه الله تعالى خلقها واحد الخلق على كل حال ضعيف، فاللي جاب الله تعالى شي مؤمنه ولا شي مراه يتهلا فيها على كل حال. هذا الكلام نقولوه ما نحشموش فيه ياك. حنا مغاربه والمغاربه تنتعداو على النساء ديالنا، خصوصا هنا في هذه المنطقه ما نكونوا واضحين. شي الواحد تيقول لك سيدي انا ما نهزش على مرتي الصاك. لاش؟ الدوار يقولوا لي غالب المراه غالبك. ما نهزش ولدي. لاش؟ ما يقولوا لي غالبك. وانت شكون؟ انا وياك شكون في ملك الله؟ الا ما تهليتش في المراه ديالي ولا المراه ديالي ما تهلاتش فيا، فهاد العلاقه الا ما كانش فيها حسن الخلق وكتبنيه على المحبه فالعذاب. محبه، ثقه، تفاهم، تواد. هذه هي العلاقه اللي كانت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الازواج ديالو. نعطيو مثال واللي بغى يحكم يحكم. صحيح البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار كان بايت عند وحده من امهات المؤمنين، كان داير لهم النوبه، كل وحده تيبات عندها ليله على كل حال. فالاخرى عارفه ما الرواه تعفوا يذكروا الاسماء، ما ذكروش الاسماء ديال امهات المؤمنين باش يبقاو على كل حال. صيفطت له واحد الماكله كتعجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دابا الاخرى اللي في دار اخرى صيفطت لسيدنا النبي عند دار واحده اخرى، فالاخرى اللي عندها في الدار كيفاش صيفط لها الماكله وانا عندي سيدنا النبي وهذا الخادم جايب ليها، هي تقلب التفصيل في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طاح تهرس. في رايكم نتوما الراجل شنو خصو يدير؟ نهضروا على راسنا كاملين. الفم يتهرس والرجلين تكداك والما ما تسمعش ليا والما ما تديرش ليا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شنو دار؟ واللي بغى يقول سيدنا النبي مغلوب يدبر راسو مع سيدنا النبي غدا يوم القيامه. دبر راسو مع سيدنا النبي، هبط سيدنا النبي جمع داك الشيء قال كلمه واحده، قال غارت امكم. غارت الله تعالى خلق فيها الغيره، واش غدير تحيدها لها حتى ما تقدرش، هكاك خلقها الله. تا تغير موت انت ياك، هكا خلق الله. جمع لها داك الشيء وقال لها غرمي لها تبصيلها، ايوا مشات الحياه. فالراجل اللي تيبغي يوقف الحياه وخصني ندقها وخصني ماشي هكايا ياك، خاص شويه ديال واحد السيد مسكين عام هو مدابز مع مرته. لاش؟ شنو المشكل؟ مشينا نصلحوه ماشي هو ما عارفش المشكل معاه، هو منفخ وهي منفخه، ولكن على كل حال هو طالع للجبل وهي طالعه للجبل، المهم مشاو يتصالحوا.
شنو المشكل دخلنا عليكم بالله؟ المراه كانت تتوحم وتقلب ليها المجاج، هو ما فهمش، او ناضي يدقدق فيها والزنقه كلها تفرجت وضربها، وجا خوها الاخر وضربو، تقيدت كوميساريه محضر. لاش؟ الدري مسكين مازال ما فهمش. خاص الانسان منين نزوجوا الواحد اللي اب ولا اللي ام يوعي. المراه ملي كتكون في حاله وحم ما خاصش الراجل يدي عليها، خصو يدوز ساعه اخرى، لان كتكون تتكون عندها مخلوق، شي حاجه ديال سيدي ربي تتكون في كرشها، خليها العواطف ديالها وكتعصبها، وتقدر تقول لك انت ما تدخلش للدار، وجهك ما تنحملوش وريحتك ما تنحملهاش. اش غدير؟ هكا خلقها الله. سيدي ربي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم فاش كان غيموت، كاين اللي ما غيعجبوش هاد الهضره، ياك؟ كاين اللي غيقول هذا ياك؟ ولكن هذا الدين ديالنا، الا ما درككش دابا غيدركك من بعد. كنا راجع للدين، كنا غنرجعوا للسنه ديال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابينا ولا كرهنا، الا اللي بغى يتنكب على السنه ديال سيدي النبي صلى الله عليه وآله. فالله يرزقنا التلطف ورزقنا المحبه بين الازواج وبين الوليدات. ما نقهروش وليداتنا، ضرب 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 ضرب، الدري تيطلع مسكين خايف ما يقدرش يقول السيد في القاسم، قاتلوا باه. لاش هاد الجبروت وسط الدار؟ لاش انا انسان تجبر في وسط الدار؟ هذا هو ربيط الفرس، نكون لطيف، نلعب مع وليداتي. سيدنا عمر ياك كان امير المؤمنين كان تيخلع، ولكن واحد النهار كان تيلعب مع وليداتو، طلعهم في ظهره، يعني ولدو راكب فيه بحال العود. جا واحد ما تيخدم عنده، نقولوا دابا سيدنا عمر في سيدي سليمان، وواحد مسؤول في سيدي قاسم جا عنده قال له سيدنا عمر زعما انت امير المؤمنين الهيبه ديالك ولدك فوقك حشومه. قال له انت واش كتلعبش مع ولدك بحال هكا؟ قال له لا. قال له انا فاصلك ما بقيتيش خدام. لاش؟ قال له الا ما رحمتيش ولادك كيفاش ترحم الناس وانت مسؤول؟ نقولوا بحال العامل كاع، عامل ديال هذا سيدنا عمر شي قنص. الله تعالى رزقنا الاخلاق الحسنه، بسط الوجه، ضحك، ابتسم. زعما واحد لا ضحك لمرته راه مغلوب. ولات عندنا واحد الثقافه خصنا نجتثوها من الداخل، ياك؟ نجتثوها اجتثاث كبير. بسط الوجه وبذل المعروف وكفوا الاذى، ياك؟ النماذج ديال سيدنا النبي في حسن الخلق كبيره وكبيره بزاف. انا كيفاش نرجع تولي عندي اخلاق حسنه؟ هذا سؤال. انا كتغلبني نفسي وتنضرب، تنغوت، تنكذب، تنتكبر، كنبغي شي واحد ينصحني. هذه مشاكل نفسيه، هذه عوائق نفسيه عندي وعند كل شيء. كي غندير نتهنى منها؟ الامام الغزالي كيعطينا واحد 3 الحلول. واحد الامام هو مجدد القرن الخامس تعطي 3 الحلول. الحل الاول تيقول لك خصك شي واحد والي من اولياء الله يرشدك الطريق ويهذب اخلاقك ويوريك عيوبك. اول حاجه شي واحد والي من اولياء الله يفهمك هذا الشيء. ثاني حاجه قال لك خصك شي صاحبك، شي صديق صدوق يوريك عيوبك، ياك؟ كما سيدنا عمر تيقول لا خير فيكم ان لم تقولوها، يعني اللي ما نصحنيش ما، ياك؟ شي صاحبي يبقى معايا دائما نصحبه، يوريني الاخلاق الحسنه ويرشدني ويوريني ويلطفني على كل حال. ثالث حاجه هو قال الامام الغزالي تخالط الناس، حتى تمشي للسوق وتمشي هذا وتشوف العيوب ديال الناس. ملي كتشوف العيوب ديال الناس كتقول انا ما خصنيش ندير بحال هكا وكتعرض، ياك؟ نزيدوا حاجه اخرى ان شاء الله رابعه اساسيه في تهذيب النفس، تهذيب الاخلاق، تربيه القلوب، هي ذكر الله. شنو قالوا قبيله في النشيد؟ ذكر الله يداوي كل من كان عليلا، اللي عنده شي مرض ذكر الله تيداويه. لا اله الا الله، انسان يكرر لا اله الا الله في القلب ديالو كيتجدد الايمان ديالو وكتجدد المعاني ديال الرحمه في قلبه. تيقول لك الدوام تيتقب الرخام. الا بقيت نردد لا اله الا الله دائما غتحسن اخلاقي ويتحسن الايمان ديالي، وغنولي نتخشع في الصلاه، وغنولي نرحم الناس، ونرحم با ونرحم امي ونرحم زوجتي. الرحمه راه في القلب، وباش نحيدوا الكره من القلب خصنا لا اله الا الله. لا اله الا الله والصلاه على سيدنا النبي راه ذكرنا بها الساعه القادر قبيله. نصليو على سيدنا النبي ما فيها باس، نجلس ونذكر الله، نجي للجامع قبل الاذان ب4 ساعات ونذكر الله، نذكر الله تعالى. ولا تغلبت نهز يدي الله تعالى وندعيه يا ربي افتح لي،
يا ربي حيد لي هذا الغشاء اللي على قلبي، يا ربي ارزقني الرحمه. انا عباد الله راه سيدنا النبي كان رحيم، نرحمو ناخذو عادي. سيدنا النبي رحيم نرحمو. راه كانوا الناس يشنقوا عليه ويسيئوا مع الاداب وكيرد بالتي احسن. نرحمو ما نشددوش، من نحيدوا هاد الصفات الجاهليه من ذكر هو الشخصيه ديالنا ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله، اولئك هم اولو الالباب. فرحنا هاد الليله معكم، طلبوا الله تعالى يبارك لكم ويبارك السي عبد الواحد، ويبارك ان شاء الله لباه والعائلته وامه ان شاء الله خوته وخواتاته، ويبارك في العائله ديال العروسه ان شاء الله تعالى كاملين. ونطلبوا الله تعالى من مور هذا ذكر الله يجعل هذا المجلس رحمه على الدوار ورحمه ديال اهل الدار ان شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. طلبوا الله تعالى ما يحرمناش ما ضر بعض الكرامات، نخرجوا من هذا المجلس حنا مغفور الذنوب، كل واحد فينا يخرج قلبه فيه واحد النيه. انا غنواظب على الصلاه، الاخر يقول انا غنذكر، الاخر يقول انا غنمشي نتهلا في وليداتي. هذا هو الربح ياك. ونطلبوا الله تعالى يبارك ويسر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي زواج مدرة ال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، بارك لاخينا زيد عبد الواحد في هذا القيران، اللهم اجعله قيران خير وقيران بركه وقيران تيسير. يا رب تفتح له في بيته وتفتح له في وليداته الذريه الصالحه، ويسر له في داره ودار نسابه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ويسر في هذه الجماعه يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في الدوار، وبارك يا ارحم الراحمين في جماعه الدوار، وبارك في هذه البلاد، وبارك في التمره، وبارك في الخضره، وبارك في كل شيء ان شاء الله تعالى ديال الدوار. اللهم اجعل هذا المجلس يا ارحم الراحمين وهذا القيران لنا يا ارحم الراحمين يوم القيامه. يا ربي اجعلنا من الصالحين، يا ربي تتوب علينا، يا ربي تحسن اخلاقنا برحمتك ونورك وفضلك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي زوج مدرسه ال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.